السلام عليكم ورحمة الله. لم تكن نزهة عائلية عادية تلك التي انطلقت صباح أمس، بل تحولت في لحظات إلى فاجعة خيم صمتها الثقيل على منطقة الجوف الأصفر بإقليم جديدة. عائلة كاملة، أب وأم وطفلهما، لقوا حتفهم في حادث مأساوي اهتزت له أرجاء المملكة بعد أن هوت سيارتهم من مرتفع شاهق مباشرة نحو مياه البحر. الحادث وقع في منطقة تعرف بتضاريسها الوعرة، وبحسب المعطيات الأولية فإن انزلاق السيارة من العلو الشاهق أدى إلى ارتطام عنيف لم يترك للركاب فرصة للنجاة، حيث وافتهم المنية في عين المكان. فور وقوع الكارثة استنفرت السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية فرقها، لكن عملية الإنقاذ لم تكن سهلة، حيث واجهت الفرق صعوبات بالغة بسبب طبيعة الموقع الجغرافي وخطورة المنحدرات المطلة على المحيط، وهو ما استدعى تسخير إمكانيات خاصة للوصول إلى الجثث وسط تضاريس شديدة التعقيد. هذا الحادث للأسف ليس مجرد واقعة عابرة، فالمتتبع لتضاريس الجوف الأصفر يعلم أنها منطقة تجذب الكثير من الزوار للاستجمام، لكنها في المقابل تفتقر في بعض نقاطها إلى حواجز أمان كافية أو علامات تحذيرية واضحة للمرور والوقوف. إنها غياب معايير السلامة مقترن بتهور بعض السائقين في اختيار أماكن التوقف يحول الاستمتاع بالمناظر إلى خطر مميت. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.